صباح النور عليكم يا احلى متتبعين، ان شاء الله تكونوا على خير وفي صحه جيده وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. عيدكم مبروك، تعيدوا تعاودوا بالصحه والسلامه وبكل متمنيات ان شاء الله. هذا الفيديو هذا صورت يعني مقاطع الصباح بكري، انا راه كنقادوا الحليوه اللي غادي نحطوا في الطبله ديال العيد، وقلت علاش لا نشارك معكم هكا مقتطفات من يعني من التحضيرات هكا ديال الفطور ديال العيد. نتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وخليكم معايا حتى الاخير. انا هنا غنشارك معكم الحليوات اللي وجدنا العيد. هنا غادي نستفوا شكيلات اللي وجدنا، ومن بعد ندوزو نوجدوا الكيكه ونوجدوا يعني نوجدوا الباقي، وان شاء الله خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. بالنسبه لي راه كنت حطيت فيديو قبل وعاودت حذفتو، نتوما عارفين يعني الفيديوهات هكا ديال عيد الاضحى بزاف ديال المقاطع اللي خصهم ما يكونوش، فاضطريت باش نمسح فيديو لبعض منكم اللي شافوا. كنت ديجا حطيته وعاودت حذفته. هنا كما شفتوا غادي نستف معكم هاد الشكيلات هادو، راه منهم اللي حاطه في فلاشين، يعني ما بغيتش نعاود نصور لي ديتاي نصور المقادير. هكا الا عجبكم شي شكيل وبغيتوا شي حاجه خليوها ليا في لي كومونتير وانا غادي نحط لكم المقادير ديالهم. بالنسبه لهاد الحليوات هادو راه ديجا حطاهم في القناه، منهم شي وحدين ومنهم لا. انا قلت هاد الفيديو هذا نحط فيه التشكيله كامله، يعني بلا ما نبقى نطول عليكم كتار اولا نحط لكم هكا المقادير. هاد الحليوه هذه اللي شتوني كنستف دابا هذه ديال التمر، كتجي غزاله واقتصاد، يعني سهله، فيها فقط التمر وكاوكاو، كتجي رائعه بزاف. هاد المره ان شاء الله ونحطها لكم بمقاديرها، حيت كنوجدها بزاف ما كتخطانيش. حليوه اللي هي صحيه وفي نفس الوقت اقتصاديه. كانوا هادو هما التشكيلات ديال الحليوه، هكا شكلناهم في الطبيصلات، جاو زوينين، نتمنى ان شاء الله يعجبوكم. والان غادي ندوزو للكيكه. كما شفتوا هاد الكيكه هذه كتجي غزاله بالكراميل والشكلاط، يعني كتجي بالنكهه ديال الكراميل. كما شفتوا حنا درنا فيه هاد الحفيرات هكا في الوسط، من بعد كندوزو نعمروهم بالكراميل. ملي كتقسم الطريفات ديالها كتجي فيها واحد التعليكه، واحد المذاق يا سلام ان شاء الله. غادي نشاركها معكم في فيديو اخر، وخليكم معايا غادي تشوفوا معايا كل التحضيرات في الفيديو. وهنا كما راكم تشوفوا غادي نزينها بواحد لاصوص ديال الشكلاط كتجي بنينه، ومن بعد غادي نزينها هكا بشكلاط، نحك غير فوقها الشكلاط. بالنسبه للتزيين شوفوا راه كيبقى اختياري، يعني هنا في الطبق ديال التقديم انا هنا زينتها بشكلاطي حكيته فوقها، ومن بعد ما بردات مزيان يعني ديروها في الثلاجه وخليوها تبرد. وهنا هاد الرغيفات هادو نشاركهم معكم، كديرهم عكوسي كيجيوها غزالين تبارك الله. غادي نشاركهم معكم حتى هما في فيديو اخر. كنت هنا حطاهم في المجمد، من بعد كتجبدهم كيديكونجولاو شويه وكتقليهم. هاد الرغيفات هادو كتوجدهم لينا الله يعطيها الصحه، كيجيوها غزالين تبارك الله مقرمشين. هنا راه كنت كتقليهم حتى لصباح العيد، وصورت هاد المقطع هذا. كما شفتوا كتحط هكا الرغيفه، وضروري هنا ما كترشوها بالزيت، يعني ضروري لا رشيناهم بالزيت عاد باش كيتنفخوا لينا، هذا هو السر ديالهم باش كيجيو منفوخين ومقرمشين. هاد الرغيفات هادو كتصايبهم بمايزينا وكتلقهم بالنشا وكتعجنهم نيت بالحليب، كيجيو غزالين غزالين بزاف. ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو ديالهم. انا هنا ديجا لقيتهم عندها في المجمد، يعني داكشي باش ما صورتش معكم كل المراحل. وهنا اللي قلاتها كتحط هكا في واحد الشبيكه كتستقطر مزيان، ومن بعد المرحله ديال التزيين هنا كدهنهم بالعسل كتزوقهم هكا بكاوكاو مهرمش ومطحون اولا لوز افيلي، ولا على حسب كما كنقول لكم دائما تزيين حسب الاختيار وحسب الذوق. وكيجيو هاد الرغيفات هادو غزالين، واحد القرمشه فيهم يا سلام. ويعني ممكن تخليهم هكا في واحد البواطه كيبقاو حتى الاسبوع، كيبقاو بهذيك القرمشه ديالهم. اولا تقدو دهنوا، يعني العسل هي اللي كتخليهم يرطبوا بالحق، دهنوا الكميه اللي تقدو تاكلوا راهم كيبقاو يعني واحد الفتره ما كيوقع ليهم حتى شي حاجه.
غادي نكمل معاكم التزيين ديال الرغيفات، وغادي تشوفوهم معايا في طبق ديال التقديم كيجيو غزالين بزاف. هاد الرغيفات هادو ضروري ما يكونوا في الطبيله ديال العيد، معروفين يعني الرغايف كنحطوهم ضروري في الطبله ديال العيد، كيجيو غزالين. وهاد الطريقه ديالهم بريستيج، كيجيو رغيفات فنين. ان شاء الله نشاركهم معاكم وتجربوهم. وخليكم مع الفيديو ندوزو نكملوا التحضيرات. الصباح ديال العيد كيكونوا فيه هكا التحضيرات ديال الفطور. انا حاولت نصور لكم مقاطع هكا قصيره تشوفوا معايا، ونتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. والان خليكم معايا، غادي نشارك معكم الطبيله ديال الفطور وبصحتكم، ونتمنى ان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم. وغادي نكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. بغيت نقول لكم تبقاو على خير، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. نتمنى تشجيعاتكم الفيديو باش هكا نشارك معكم وصفات. و فقط بغيت يعني نطلع عليكم، ما نبقاش هكا غابره عليكم، وداكشي باش شاركت معكم هاد المقتطفات هذه من الفطور ديال العيد. وما بقى لي الا نقول لكم تبقاو على خير.